السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا النهاردة نعمل من لفة قمر الدين طريقتين. بصي، هتصرفك قدام عيلتك ولو عندك عزومة هتبقى حاجة تحفة جدا. تعالوا نشوف مقاديرنا وعملناها بكل سهولة ازاي عشان يطلع معاكي الجمال ده. عندك لفة قمر الدين، تعالي نعمل ايه وصفتين النهاردة حلوين جدا. اول حاجة معايا لفة قمر الدين هنقطعها قطع صغيرة، ومعايا كوباية سكر. تمام، تعالوا نشوف هنعمل ايه في لفة القمر الدين وكوباية السكر. هنا بعد ما قطعناها زي ما انتم شايفين هنقطعها قطع صغيرة، لازم تبقى بحرارة الغرفة عشان تساعد اللي هي ايه تسيح معاكي بكل سهولة. هنقطع الكمية كلها واوريكي هنعمل ايه. هنا شكل اللفة كلها لما قطعتها كده بالمقص. تمام، هنعمل ايه؟ هنحط عليها كوباية سكر حسب رغبتك، انت عايزة تزودي مفيش مشكلة، ولتر مية مغلية متكتل زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنقلب الكلام ده كله ونسيبها ايه ساعة ساعتين براحتها لحد ما تدوب خالص. نغطيها بقى ونحطها في مكان كده، ما تحطهاش في التلاجة لحد ما يدوب خالص. وندخل نشوف هنعمل ايه. هنعمل الطبقة الاولانية ايه، وهنعمل عصير ايه، هنعمل حاجات حلوة جدا من لفة قمر الدين. هنغطيها بقى كده اهو ونسيبها ساعتين وارجع لكم تاني. هنا الطبقة الاولى معايا ايه كوبايتين من اللبن، وعليهم معلقتين ونص نشا ومعلقتين سكر. وعشان نعزز الطعم كل ده على البارد لسه. معايا كيس كريم شانتيه، مش هنحط كله، هنحط منه معلقتين. هنقلب على البارد قبل ما نرفعها على النار. انا عايزه قوامها تقيل جدا، والسكر حسب رغبتك. انا حطيت بس طبعا مش كتير عشان لسه قمر الدين هيبقى مسكر معانا. دلوقتي هرفعها على النار ونشوف قوامها عامل ازاي، ونحطها في الكاسات مع بعض. دي هتبقى اول طبقة. وهنا بعد ما القوام تقل اخر حاجة هحط فانيليا عشان تديني الطعم الحلو. كيسين فانيليا كده واقلب، وتعالي نصبهم مع بعض. بصي القوام انا عايزاه تقيل كده زي ما انتوا شايفين، مش خفيف. ودي كانت اول طبقة. بصي انا عايزاها متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. بصي الجمال والحلاوة، تقيلة وقوامها جميل، ده اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في قمر الدين. هنا بعد ساعتين داب معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. هروح اضربه في الخلاط واوريكي هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. كده بعد ما ضربته في الخلاط، ده نص الكمية، هضرب الكمية كلها. تمام، لازم نصفيه في المصفى عشان بيبقى فيه كتل كده مش مستحب. كده عملنا اول وصفة عصير قمر الدين. ما بيخلاش سفرة رمضان الا بيه. طريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم في منتهى الجمال. بصوا الجمال مع الكوبايات بقى ايه بتاعت رمضان كريم كده، بهجة وجميلة واجواء رمضان تحفة جدا. تعالوا بقى نخش على الطريقة التانية عشان يبقى عملنا من لفة قمر الدين طريقتين حلوين جدا سهلين تقدري تعملوهم بكل سهولة. الطريقة التانية بقى للمهلبية قمر الدين. هنا على البارد حطيت بقية قمر الدين، وحطيت 3 معالق كبار نشا مليانين. تمام، وبرضو هحط كريم شانتيه عشان يعزز الطعم معايا. وفي الاخر خالص هنحط فانيليا. تمام، هقلب كل الحاجات دي على البارد، وبعد كده هرفع النار عليها عشان نشوف قوامها عامل ازاي ونحطها في الكاسات مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده النشا بيختفي والكريم شانتيه. اول ما يختفي هفتح النار على طول. هنا بعد ما النشا اختفى تماما والكريم شانتيه، وحطيت طبعا في الاخر فانيليا،
بصي ده القوام اللي انا عايزاه. بصي اللهم بارك، جميله جدا وريحتها تحفه جدا. تعالوا بقى ايه نصبها مع بعض ونشوف هنزينها ازاي. وهنا اللهم بارك الشكل النهائي، ده العصير ساقع ومشبر وجميل، اللهم اني صايمه. وده المهلبيه اللي عملناها مع بعض. عايزه اوريكم التفاصيل والجمال والحلاوه. بصوا حاجه كده فعلا تحفه تحفه تحفه. جربوه وان شاء الله يعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين. زينوه بقى زي ما تحبوا. في ناس بتحب المكسرات وفي ناس ما بتحبش. انت زي اللي متوفر عندك اعمليه. تمام. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين. ولايك وشير للقناة وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم وصفات كتيرة لرمضان هتبسطكم ان شاء الله. واللي جاي احلى، هنعمل مع بعض حاجات كتيرة. وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.